بتشتري زبادي كل يوم في رمضان؟ طب تعرفي إنك تقدري تعمليه في البيت؟ أرخص وطعمه أحلى ومن غير أي مواد حافظة؟ والأهم، النتيجة تطلع قوام مظبوط زي الجاهز ويمكن أحسن. النهاردة الحلقة عن أجهزة صانعة الزبادي المتوفرة عندنا واللي موجودة في السوق، وأبسط طريقة لتعملي زبادي بيتي مظبوط. جهاز صانعة الزبادي بيحافظ على حرارة ثابتة علشان اللبن يتحول لزبادي بسلاسة، عشان تكون دي النتيجة: قوام مظبوط، طعم ثابت، من غير إضافات صناعية أو مواد حافظة. قبل ما نختار جهاز لازم نفهم السوق فيه إيه. أجهزة صناعة الزبادي مش نوع واحد، في مستويات مختلفة حسب التكنولوجيا والسعر. الفئة الأولى الأجهزة التقليدية متعددة البرطمانات، وده أكتر نوع منتشر في البيوت. تشغيل بسيط، حرارة ثابتة، سعر مناسب، سهل الاستخدام، وده مناسب جداً لو عايزة نتيجة كويسة من غير تعقيد. الفئة التانية أجهزة بتحكم رقمي مؤقت دقيق، تحكم في الحرارة، برامج تخمير، وده موجود في براندات عالمية زي مولينكس، تيفال، كينود، لكن توافرها مرتبط بظروف الاستيراد وأسعارها أعلى. إيه هو الفرق الحقيقي بين الأجهزة؟ بصراحة كل الأجهزة بتعمل نفس الفكرة الأساسية، لكن الفرق الحقيقي بيكون في 3 حاجات: دقة التحكم في الحرارة، وجود مؤقت زمني، ونوع البرطمانات والخامات. كل ما التحكم أدق، النتيجة أفضل والسعر أعلى. معظم البيوت مش محتاجة جهاز احترافي معقد، اللي محتاجينه فعلاً جهاز عملي سهل ويطلع نتيجة مضمونة، وده اللي بتقدمه موديلات سوناي وكمان زهران. خلينا نشوف الموديلات الموجودة وإيه أنسب ليكي. أول موديل من سوناي، جهاز عملي 8 أكواب من سوناي، موديل اقتصادي وواسع الاستخدام، عملي جداً للاستخدام اليومي ومناسب لعائلة متوسطة، بها مؤشر وتنبيه بالوقت، سعره اقتصادي وبيطلع نتيجة كويسة جداً. تاني موديل، قوة 20 واط، تصميم متميز لتوزيع الحرارة بالتساوي، يساعد على تفعيل الخمائر، برطمانات زجاج صحية وسهلة التنظيف، مناسب للي تحب جودة أعلى في الاستخدام اليومي. تالت موديل، تصميم مميز لتوزيع الحرارة بالتساوي، بيساعد على تفعيل الخمائر المكونة للزبادي. 8 أكواب زجاجية، إعداد مؤقت يصل إلى 12 ساعة، وشاشة LED واضحة للتحكم أكتر دقة في الوقت. 4 إعدادات مختلفة في جهاز واحد لعمل الزبادي والجبن والمخللات والخل وأكتر. آخر ماكينة معانا ماكينة زبادي زهران 20 واط، برطمان كبير عملي مناسبة للي بيحب يعمل كمية مرة واحدة، تشغيل بسيط جداً، سعرها متوسط في السوق، بتطلع زبادي قوامه تقيل وكريمي، مناسبة أكتر للاستخدام الأسري اليومي. طب طريقة الاستخدام سهلة؟ أنا جربت اللبن كامل الدسم، سخنته لدرجة دافية مش سخنة قوي، ضفت معلقة زبادي بلدي كبداية، أو ممكن زبادي ماركات عادي، قلبت كويس، حطيتهم في البرطمانات وسبتهم 7 ساعات. النتيجة قوام متماسك وطعم ثابت جداً. لو بيتك بيستهلك زبادي يومياً، الجهاز ده ممكن يوفر ثمنه في أقل من شهرين، غير إنك متحكمة في الجودة 100%. الموديلات دي كلها متوفرة من خلال موقعنا modihan.com. لو محتارة تختاري أنهي موديل حسب ميزانيتك، اكتبي في الكومنتات كلمة زبادي وهرد عليكي ورشحلك المناسب. وما تنسيش لايك واشتراك، لأن الحلقة الجاية هنتكلم عن جهاز مهم جدا في المطبخ هيوفر وقتك ومجهودك.